معانا المهندس عبد الله سلام، رئيس تنفيذي والعضو المنتدب لشركه مدينه نصر. اهلا بيك يا فندم. ازيك يا عمرو؟ ازيك؟ الحمد لله كله تمام. سنين بنتقابل، كل سنه نتقابل وتطور كبير. بقى جزء يعني مهم جدا من خريطتنا السنويه في الظهور معاك. بنتفائل بنعلن دايما عن حاجات جديده معاك، وبحب دردشتك معاك لان انت بعتبرك من الناس اللي فاهمه فعلا في الصناعه ديت. انا ودايما بحب العقار. انا عارف كده وفاهم. في ناس بتحب العقار، بس في يعني الحته انك تبقى فاهم اهميه صناعه العقار وازاي تستثمر في العقار. ان انت دايما شعارك الاستثمار في العقار، والعقار هو الاستثمار. لان انا دايما بحب افرق ما بين، احنا ساعات بيختلط علينا الامر، يعني ايه استثمار ويعني ايه ادخار ويعني ايه مخزون قيمه. فدايما حتى نتسال مثلا السؤال بتاع، يعني انا لو كنت حطيت فلوسي في الذهب، فانا دايما بقول لهم المقارنه خاطئه اصلا. يعني انت عارف حتى بره يقول لك الذهب ده عامل زي الجراج اللي بتحافظ فيه على عربيتك، لكن العقار واشياء وصناعات اخرى اللي هي فيها قيمه مضافه وفيها حاجه بتبدا من ارض فاضيه تبقى مبنى يتفتح فيه مكتب ومطعم ويسكن فيه حد، اللي هي اللايرز اوف القيمه المضافه دي العربيه اللي بتاخدك من حته لحته. فما ينفعش حد اصلا، مش عايز الناس اللي في صناعه الذهب يفهموني غلط، ما ينفعش تقول استثمر في الذهب، ممكن تقول حوش في الذهب. يعني مثلا بجوز بنتي وعارف اني هحتاج اموال معينه على مدى قصير في السنه اللي جايه دي، حط فلوس في ذهب علشان تحافظ على قيمتها في القصه لانه سيوله كمان، لانه سهل تسييله، دي من اهم مميزاته. ولكن الاستثمار ده ليه كده نقاط معينه تتبع. لو اتبعتها ده اسمه استثمار، اللي هو على راسها القيمه المضافه. يعني حتى مين بيستثمر في الذهب؟ اللي بيستثمر في صناعه الذهب. يعني يقال دايما، يقول لك شوف مهندس نجيب ساويرس عمل ايه في الذهب وبتاع. لا هو شغال في الاستخراج. هو بالظبط، هو شغال في التنجيم والاستخراج. ما يشتريش ذهب. الريتيلر المواطن العادي بيشتري الذهب النهارده ب 4000 دولار الاونصه دوت، عشان مستني يوصل ل 5000 عشان يبقى عمل 25% على فلوسه. لا، اللي بيشتغل في صناعه الذهب ده بينجم في تكلفه الاونصه عليه 2000 دولار اللي هو باربعه النهارده، فانت اوريدي عامل 100% على فلوسك، غير الابريشيشن اللي ممكن يحصل يعني. فدايما بحب التفرقه دي. احنا عندنا ساعات بتختلط الامور، حتى لو قسمناهم. يعني في الذهب هو في المقام الاول تحويش او مخزون قيمه. الاوعيه الادخاريه اللي في البنوك ديت للشورت تيرم احتياجاتك الاساسيه، وعشان تحارب الانفليشن فانت بتاخد عائد على البتاع عشان فلوسك ما تتاكلش. لكن استثمار، تتكلم بقى في صناعه، تتكلم في تجاره، تتكلم في عقار، تتكلم في بورصات، تتكلم في حاجات اللي فيها فاليو كريشن. ده الاستثمار الحقيقي اللي بيعمل كريشن اوف ويلث. يعني على فكره ساعات برضو المقارنه الخاطئه بيعمل الثروه. بالظبط كده. هو ده اللي بيكون ثروات حقيقيه يعني. تاني، ان انا بما اني ذكرت الذهب، فحد ساعات في حتى فيديو لسه متفرج عليه قريب، واحد يقول لك ايه، شوف الذهب كان بكام سنه 2000 والنهارده بقى بكام، والعقار كان بكام والنهارده بقى بكام، فبيقول لك الذهب النسبه. بس هي العقار في حته سحريه. انت لو حطيت مليون جنيه في سنه 2000 في الذهب، فهي فعلا النهارده بقت تقريبا الرقم ده قريب من الحقيقه، لان الذهب حصل فيه تو افكتس، الذهب نفسه زاد والدولار زاد، فتقريبا 200 ضعف. رقم ضخم جدا. العقار فيه حته سحريه. انت لو نفس المليون اللي انت حطيتها في الذهب دي في 2000، انت ما حطيتهاش بقى ساعتها في عقار بمليون، لان ده كاش. لا ده انت حطيتهم مقدم في عقار مثلا ب 4 مليون. فلو العقار ده زاد 10%، فانت عملت 50% على فلوسك، على اللي انت حاطه طبعا، وتروح داخل سايكل جديده. فاللي بيستثمر في العقار عن فهم، عشان كده انا دايما بقول لك انت بتعجبني انك فاهم في العقار، بيعمل ماركتس ثانيه خالص. واحنا كل سنه يعني انا مثلا شفت الارض دي وهي تراب، اللي بقت مدينه عظيمه دي، وكنا دايما نعدي عليها في الطريق كده، يقول لك دي الارض دي سلطان، دي تاج، دي مش عارف ايه وحاجات كده، ولكن هي كانت ارض منخفضه كده تحت وما فيهاش حاجه خالص. صح. وكل سنه نشوف، ولكن الان احنا شايفين هذه المدينه العظيمه الجيده. العقار كمان، انا لما بفتكر لقاءاتي معاك، كل ما اجي اقعد معاك نقول ايه، خلاص بقى هو كده خلاص. يعني هي مش هتزيد تاني، تروح رايح السنه اللي وراه تلاقيها زادت تاني وتالت. صح. هل احنا لسه في المرحله دي؟ بص، خليني اخدك خطوتين لورا لو تسمح لي. يعني اتكلم بمنظور اقتصادي شويه، وهنزوم ان بسرعه على العقار. يعني في كلام داير والفقاعه العقاريه والقصه ديت. انا دايما بقول يا جماعه احذروا. انت عارف، انت راجل متابع جيد للاقتصاديات العالميه، عارف في امريكا بيعملوا حاجه اسمها كونسيومر سنتمنت ريبورت، بيقيسوا مزاج العميل او نفسيته. نفسيه العميل هي عنصر اقتصادي مؤثر شديد جدا. فدايما بقول للناس احذروا ان احنا نقعد، عارف بيسموها بالانجليزي برضو كده سيلف فولفيلنج بروفيسي، انك تقعد تقول ايه، في فقاعه في فقاعه في فقاعه فتقع في الفقاعه.
الفاندمنتالز او الاساسيات بتاعه الاقتصاد المصري ثم القطاع العقاري في مصر قويه جدا وبعيده كل البعد عن اللي هو الفقاعة. اساس الاقتصاد المصري واساس الحياه الصناعة. العقاريه. بالظبط. فانا مش عايز اخوض في تفاصيل، وانت استضفت ناس كباره في هذه الصناعه وشرحوا الفاندمنتالز دي والاساسيات دي شكلها عامل ازاي، بس انا عايز اتكلم على عنصر يبدو نفسي وبالعكس هقول لك يبدو روحاني. عارف كده تفاءلوا بالخير تجدوه. والله على فكره دي نظريات اقتصاديه اثبتوها بره. عمق لك اكتر وقلب لك روحانيات اكتر. رب العزه سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ انا عند ظن عبدي بي، ان ظن خيرا فخيرا وان ظن شرا انت فشرا. قاعد تظن بقى في الفقاعه. فوالله بجد الحاجات دي بتفرق. عشان كده بقول لك بره بيسموها بقى ما كونسيومر تبشرش يعني. فالاساسيات ثابته. فاحنا ليه قلقانين؟ ما تقلقش، بالعكس. طب اليومين دول الظروف السوق مش احسن حاجه وفي شويه حاجات تثير القلق والقصه دي كلها. وارن بافيت هكلمك بقى دلوقتي اقتصاد وغرب واقتصاديات ناضجه جدا. يعني وارن بافيت يعني اسطوره الاستثمار. هذا الاسطوره اللي بمعنى كلمه الناس بقت يعني تشوف هو بيعمل ايه في الاستثمار وتعمل زيه. ليه جمله عبقريه جدا في الظروف اللي احنا فيها. ده عشان بقول للناس بص، اللي عايز بقى يعيش في دور ان في فقاعه وبتاع. لا وارن بافيت ما بيشتريش غير في الوقت هو بيقول ده. ايه؟ هي له جمله شهيره جدا يقول لك be greedy when people are fearful وبي fearful when people are greedy. طبعا اطمع لما الناس تبقى خايفه وخاف لما الناس تبقى طمعانه وفي فرص وكله بيجري وكله بيشتري والحاجات دي كلها. فلو الناس كلها قلقانه دلوقتي انا بقول لك في فرص. والله انا بقول انا اكتر وقت بشتري فيه عقار دلوقتي. الفرص غير طبيعيه. هو وارن بافيت ما بيشتريش غير في الوقت ده. ما بيشتريش غير في الوقت ده. وحدث ولا حرج بقى في العوائد اللي بيعملها وهي القيمه الحقيقيه. فالاساسيات ثابته. احنا بعيدين كل البعد عن الفقاعه. ولكن انا عايز اخدها بمنحنى نفسيه العميل. طول ما انت قلقان مش هتعرف تقتنص الفرص. الفتره دي فتره فرص غير طبيعيه لان العقار قوي جدا. انا كمواطن عادي يعني بحس انه بقى فيه عقار كتير. فده ممكن يخوفني. يعني ناس كانت شاريه حاجات بتاع واول ما بيبتدي الاحساس ده يقول لك ايه؟ الحق اعمل القرشين. يعني انا مثلا كان عندي عقار من 4-5 سنين النهارده بقى 100%. طب اخد ال 100% واخرج. الحاله دي لما بتيجي بنقعد بقى فالاربع فيلل اللي جنب بعض ده تبسيط مخل يعني. الراجل اللي باع ده فالتاني خاف فالتالت، فانت لو واخد من الرابع او الخامس ده تاخد سعر كويس قوي. ايوه. بص طبعا دي حالات زي ما انت بتقول كده ممكن تبقى فرصه بعينها زي ما انت بتقول الفيلا اللي جنب ديت لان ده باع بكذا فده باع بكذا. لكن بصفه عامه الجمله هرجع لسؤالك الاساسي. بصفه عامه لا زال انا عارف ان الناس زهقت مننا من الجمله دي الحقيقه دي الارقام بتقول كده. لا زال المعروض اقل من الطلب. لا زالت مصر بتحتاج 1,000,000 وحده سكنيه كل سنه. بالعكس انا عشان الناس ما تاخدش الارقام مبالغ فيها زي ما بقول لهم قول 70% من الرقم ده اسكان اجتماعي ومتوسط واللي هو الدوله بتبذل فيه مجهودات رهيبه. في 300,000 وحده ناس بجد عندها بقى احتياج وقدره على الشراء والقصه دي كلها. طب احنا بنوفي منهم قد ايه كمطورين عقاريين؟ المطورين العقاريين مجتمعين في ذروه الانتاج وعلى التسليمات بنسلم في السنه 100,000 وحده اللي هو تلت. ففي 200,000 عجز. تلت. يعني اصلا احنا بنتكلم على 300,000 اللي هو تلت اصلا المطلوب. فاحنا وكل سنه بقى بتخش عايز 300 جداد و200,000 ما توفوش في السنه اللي قبلها. ما زال مستمر. العين المجرده ساعات بتخدع ان يبقى ماشي في شارع فشايف كومباوند مبني ومش ساكن فيقول لك ايه ده المعروض. ده المعروض كتير. هو متباع كله وناس في ناس بتشطب وفي ناس لسه جايباها لابنها فهيبدا الاستغلال يبقى كمان سنتين. جايز الشك او الريبه بتيجي للناس اما بيلقوا مد فترات السداد. يعني يقول لك بقوا 8 سنين، في ناس عامله 10 سنين، انا شفت ناس عامله 12 سنه. فيبتدوا الناس تقول لك ايه؟ ما هو انت مش قادر تبيع بقى انت بتعمل ايه؟ ايوه. طيب يا رب يبقوا 30 مش 12 سنه كمان. انت عارف واحنا يمكن اثرنا الموضوع ده في لقاءات سابقه. الصح اصلا في العقار انك تشتريه بتمويل عقاري او بالمورجج اللي هو بيبقى 20 و25 و30 سنه. ده الصح. محدش بيلحق يتملك الوحده بتاعته بره. صح. كله وينط من مورجج للتاني ويبيع البيت ده ويسد المورجج ويخش في مورجج جديد والقصه دي. فبالعكس احنا في مصر لان لسه المورجج مش ان بليس او لسه يعني مش واخد حقه المورجج في مصر او التمويل العقاري في مصر لا يمثل اكتر من يمكن 2% من حجم البيوت اللي بتتباع في مصر بتتباع من خلال تمويل عقاري. فانت لغايه ما المورجج في مصر مع نزول الانترست ريت مع بعض الاجراءات اللي محتاجه تبقى اقل تعقيدا عشان المورجج يسرع القصه دي كلها. فالمطور بيحاول يوجد البديل فبيعمل بقى البيمنت بلانز اللي بتوصل ل 12 سنه وساعات اكتر.
بس في نقطه بقى مهمه جدا. المطور ذكي وشاطر وفاهم صنعته، فهي فاينانشال انجينيرنج دي هندسه ماليه. اديك على 12، اديك على 15، اديك على 20، اديك على 2، كل حاجه محسوبه. انا في الاخر لازم اغطي تكلفتي عشان اعرف ابني واوفي التزاماتي، ولازم اكسب. فهي فاينانشال بقول لك انجينيرنج. انا واحنا قاعدين مع بعض دلوقتي البيمنت بلان 8 سنين ممكن اقلبها لك 15 ومش هخسر جنيه. فبظبط الكاش فلو بتاعي، ومحتاج لازم ابقى على الاقل واخد من العميل كام قبل الاستلام، ولازم ومش هسلمه الوحده غير لما يبقى دافع كام في الميه منها، ومحسوب بقى الانترست ريت في فردة السنين والقصه دي كلها. عشان كده الناس ساعات بيقول لك ايه ده نهار ابيض بيدوا 50% خصم على الكاش. هو مش 50% خصم، انا بشيل لك الكومبوننت بتاع اللي هو الانترست. التمويل. انا مش عايز اكسب من التمويل، انا مش بنك. السؤال اللي انا دايما كراجل بشتري دايما بساله وما بلاقوش اجابه، هو انهي الافضل؟ اخد على سنين قليله ولا على سنين طويله؟ ولا ادفع كاش؟ يعني دايما ده السؤال المهم، اللي هو تقعد يقول لك ايه على 8 سنين ماشي حلو، على 8 سنين كام؟ وانا بقى ما بقعدش احسب انت كسبان ايه. انا كل اللي امامني هدفع مقدم كام والقسط كام هيجي كل 3 شهور او كل شهر. انما انهي الافضل؟ طيب الاجابه طبعا على السؤال ده حسب ظروف العميل وحسب الظروف الاقتصاديه. فانا اليومين دول مثلا بقول للناس، بس هي متناقضه شويه مع الحاله الموجوده، في فرص انك تشتري كاش رهيبه، بس هو ما فيش سيوله قوي في ايد الناس. فهو الظروف الاقتصاديه بتملي ان اني واحده احسن من الثانيه، وظروف العميل. انا دايما بفرق العميل في 3 انواع. في واحد عنده الاحتياج للوحده السكنيه والقدره على شرائها، وده ألذ عميل في الدنيا. في واحد عنده الاحتياج بس ما عندوش القدره، فده بتيجي تقول له ايه؟ اجر اصلا. طب بدأ يبقى معاه شويه، قسط على مده طويله عشان تقدر تدفع القسط الشهري. واحد تاني عنده القدره، معاه فلوس فائض بتاعه وما عندوش الاحتياج، فده بتاع الاستثمار. فده بقى تبدا تنجينير معاه انت هتخرج امتى، فتدفع مقدم قليل عشان تاخد عائد اعلى على فلوسك. لا انا اللي احسن لي ايه؟ يعني اقسط. انت جاوبت على لو معايا الفلوس كلها. على فكره انا غريب جدا، انا بيبقى معايا الفلوس كلها وبقسط طبعا. احب ما احسش بخرم في لو غرضك استثمار يبقى قسط، حتى لو معاك فلوس الوحده كلها، عشان لما تيجي تخرج صح، عشان لما تيجي تخرج بعد سنه بعد 2 بعد 3 ايا كان ايه الظروف الملائمه للخروج في لظروف الكومباوند دوت، تبقى دافع اقل مبلغ ممكن. الحته اللي كنت بحكيها لك وانا بقارن بالذهب، لان انت ممكن تبقى حاطط 30% من ثمن الوحده، والوحده زادت 30% اجماليها تزاد 30%، فانت تبقى عامل 100% على فلوسك. فالقسط احسن للاستثمار. فتاني القسط بقى ده بقول لك 8 سنين 10 سنين 12 سنه ان شاء الله يا رب يبقى 20 سنه. انت قلت جزء في السؤال هو الاجابه. بره ايه؟ مش فارق معايا الوحده بكام، انا هعرف ادفع في الشهر القسط بتاعي ولا لا. بتوصل سبيكينج اوف مورجج، او يعني بمناسبه المورجج اللي جبنا سيرته فعلا، وانا جربت دي. لما بتشتري عقار بره ما بيفرقش معاك هو هينتهي العقار ثمن كام. لا ولا ليه ده. انا معايا المقدم سؤالين، معايا المقدم ادي اول خطوه، هقدر على القسط الشهري اللي انت اصلا بتعمل له تصميم بنفسك، يو ديزاين بره بوجود المورجج. فتيجي تقول له انا عايز ادفع شهري، عايز ادفع ربع سنوي، وهاجي في اخر كل سنه ادفع لك اللي هي بيسموها بره بالون بيمنت او بولت بيمنت كده او بتاع، وكل كام سنه هسد جزء بتاع. فانت اللي بتديزاين حسب. عشان كده انه الواحد يتملك عقار في الخارج مثلا من اسهل بكتير جدا، ولغايه النهارده بيعملوا عليه. عارف انت دايما بتقول ان انتهى عصر انك تحجز وتعمل عائد على الوصل او على القصه دي كلها. على فكره بره اسهل تعمل كده، لان انت المورجج على فكره تروح تدفع الداون بيمنت وناثينج ولا حاجه ولا جنيه لحد الاستلام، لان المورجج بيبدا بعد الاستلام. فانت بتقعد مثلا 2 3 زينا، هم بيبيعوا اوف بلان وكل حاجه، بيقعد 2 3 انت مش دافع غير الداون بيمنت. فتيجي بعد 2 3 الوحده جاهزه على الاستلام وعملت حتى لو الزياده بتاعتها 3% في السنه، ف 10% في 3 سنين، وانت مش حاطط غير 5% مقدم. عندي احساس من المشاريع اللي انا بشوفها بتاعتكم يور تارجتنج سن معين، تفكير معين، شكل، احجام اصغر. ده ايه؟ ده سراي، ده من احلى المشاريع عندنا في الشركه يعني. الحمد لله طبعا شهادتي مجروحه في كل مشاريعنا يعني. سراي ده مشروع ضخم جدا، دي مدينه متكامله 5.5 مليون متر في 5 كيلو متر مربع مدينه. ده طريق السويس على فكره، احنا جيراننا على طول هنا، ده محور الامل اللي بيدخل على العاصمه الاداريه. وجيراننا على طول السور في السور مدينتي. فسراي دي ونعمة الجير. والله طبعا دي حقيقه يعني.
فمشروع مهم جدا، ومشروع الحقيقه من احب المشاريع يعني الى قلبي، لانه التصميم بتاعه معمول حلو جدا. والبارسلز انت عارف احنا بنعمل مختلف عن مدينتي شويه بما اني ذكرتها، يعني احنا بنعمل جوه ان كانت مدينه ضخمه 5.5 مليون متر بنعمل جواها ميني كومباوندز. اوكي. احنا مثلا النهارده هحكي لك على انت ارض كبيره أيوة. ومقفل بقى عدد فبتعرف تعمل لكل واحد فكره، يعني ده المشروع اللي احنا كنا جايين نتكلم عليه النهارده، اللي كان باين لو رجعنا للماستر بلان بتاعت سراي الكبيره اللي احنا كنا لسه شايفينها، هنلاقي ان ده في حته حيويه جدا في المشروع. المشروع ده يا عمرو اسمه الم تري بارك. وانا بحب معلش كده ايه اخد دقيقه اتكلم عن الاسم. انا بتهايف شويه في الحته دي، بس لا انا لا بؤمن جدا هو الفلسفه في الاسم، ان الاسم بيملي عليك المشروع هيبقى شكله عامل ازاي اصلا يعني. فهو اسمه الم تري بارك. الم تري دي شجره مشهوره جدا بره. الاقرب ليها عندنا اللي هي شجره الكافور، وهي شهرتها ان هي ظلالها كثيره وفروعها طويله. ولكن هنا في تويست، عشان كده انا حبيت اتكلم على الاسم دوت، يعني غير انها شجره عريقه ومهمه، واللاندسكيب في المشروع ده مهم جدا، شجره بترمز للحكمه وللكوميونتي وللسترينث. المشروع ده احنا بنحاول نبني the first university centric community او كومباوند او كوميونتي او مجتمع جامعي. فالحته يمكن الشماليه ديت في الدايره بتاعه المشروع دي هتبقى جامعه. بنتكلم مع، كان نفسي افصح النهارده بس احنا لسه انتوكس مع جامعه عالميه، وبنتكلم معاهم في حاجه ان احنا، وهو ده اللي انا كنت لسه قبل ما نخش على الهواء بقول لك عايز اكلمك على مشاريعنا التجاريه كمان. احنا بنتكلم معاهم بيوند السكن، بنتكلم ازاي نبني الكامبس اوف ذا فيوتشر. العالم بيتغير دلوقتي بسبب الاي اي والتكنولوجي، المحيط الجامعي. فازاي نعمل حاجه بتتكلم لغه العصر انتجريتد مع الجزء السكني. عارف بره كده بوسطن وكامبريدج أيوة. والمدن اللي قامت على جامعه، اللي قامت على جامعه، وتلاقي الطلبه بالعجله رايحين من بيوتهم للجامعه، وتلاقي في شباب وروح وانرجي. فاحنا بنبني ومطاعم ومحلات بتبقى ليها طعم مختلف وطابع واقتصاد لوحده. فاحنا بنبني يعني عايز ازعم ان احنا بنبني اول يونيفرسيتي سنتريك كوميونتي بجد، حقيقيه، مدينه حقيقيه محورها الجزء التعليمي والجامعي مع جامعه عشان الناس تفهمنا صح. بس احنا ما بنتكلمش على مدينه جامعيه زي المبنى اللي بيبقى فيه الطلبه يسكنوا، لا احنا بنتكلم على مدينه، بنتكلم على روح. انا بقول لك لما بروح بوسطن ساعات بروح احضر كده كورسات هناك في بعض الجامعات العريقه اللي هناك، بقول لهم عارف بتستنشق علم في الهواء. فانا بحكي الحدوته دي بقى يا عمرو. معلش انا كنت بكلمك على الاسم. فالم تري دي بقول لك شجره مشهوره جدا بره، بس التويست بتاعتها ان هي على وزن او يعني كأنها كلمه علم. اوكي. فاحنا بنبني مدينه محورها العلم، وانسبايرد باي ذا الم تري. دي النماذج اللي موجوده عندنا. وعشان كمان يا عمرو اكد لك المعلومه اللي انا عمال اقولها على الاستثمار في العقار والحاجات دي كلها، والله يا عمرو الاسعار في مصر حصل فيها زياده، بس ده انفليشن حصل في البلد كلها بسبب اسباب اقتصاديه كثيره جدا. هو يعني انت لو مسكت اي قطاع، السيارات، الملابس، الاكل، الغذاء، الحاجات دي كلها هتلاقي حصل فيها زيادات شبيهه. بس طبعا العقار اهتمام بيه شديد جدا، بيمس كل بيت في مصر وخارج مصر. بس احنا عندنا لا زالت اسعار. انا هقول لك مفاجات النهارده. احنا عندنا الفيلا الستاند الون اللي قدامك ديت، فيلا ستاند الون بجنينتها بكل حاجه. انت بتتكلم في قسط في شهري اقل من 40,000 جنيه، حوالي 37,000 جنيه قسط شهري. فيلا ستاند الون. انا ما بكلمكش بقى على الشقق. انا عندي 1 بيدروم او استوديو قسطه 5000 جنيه في الشهر، مقدمه 140,000 جنيه. عندي 3 بيدروم اللي هي البوبيلر اكتر. في ناس تقول لي الاستوديو ده صغير وبتاع، مع ان انا دايما ايوه، مع ان انا بقول مثلا حديثي الزواج يا عم استوديو ماله زي الفل، تبدا في حياتك وتابجريد واحده واحده. بس يا عم هنروح ل 3 بيدروم ابارتمنت. 3 بيدروم ابارتمنت عندنا في المشروع في الم تري دوت بنتكلم في قسط مثلا 11,000 جنيه في الشهر. الستاند الون بقول لك وتتملك وبتاع مقدمات بقول لك بتبدا 140,000 جنيه وخلاص. انت 140,000 جنيه وتبدا خلاص بقى بعد كده السايكل بتاعك اللي هي الجمله اللي انت قلتها، جمله سحريه بره شغالين بيها. انا معايا المقدم ولا لا، واقدر على القسط الشهري ولا لا. مش مهم اليونت بكام. على فكره اليونتس اللي انا بقول لك عليها دي بالاقساط دي يونتس مش رخيصه. لا ليه؟ وهو الايجار بقى بكام دلوقتي؟ انت عشان تاخد شقه 3 اوض وصاله ايجارها كام؟ في حته كويسه هتلاقي نفسك بتدفع قسط بتتملك بيه وحده بدل ما تدفع طبعا اكتر من الايجار يعني. بس فلوس رايحه في الاصل بتاعك، مش ضايعه. فلوس رايحه في الاصل بتاعك طبعا. وعلى فكره
حاسبين ارقامنا صح ومسعرين اسعارنا صح وحاطين مكسبنا مش ربح، بس الحته اللي بقول لك عليها بقى فاينانشال انجينيرنج. انت بتسلم ازاي؟ متشطب عندنا ولا؟ مشاريع كده ومشاريع كده. الم 3 دوت هيبقى نص تشطيب. فعندنا مشروع كنا اطلقناه لسه من شهرين فاتوا اسمه تلاله في مدينه نيويورك. يعني اسعار مثلا دي ايه؟ دي الاس فيلا. فاكر كنت شرحتها لك المره اللي فاتت، اللي هي بتبقى فيلتين فوق بعض، يعني ده ناحيه منهم على المنسوب الاعلى شويه بتبقى فيلا كده، هي دي فيلا كده على بعضها ارضي واول، دي خلف خلاف المحاكي. والناحيه بالظبط كده الناحيه الثانيه في فيلا ثانيه على منسوب ثاني تحتيها بكومبليت برايفسي. دي من اشهر البرودكتس عندنا. دي بتتكلم في مقدمات مثلا 700,000 جنيه وقسط مثلا 25 28,000 جنيه في الشهر، وبسمك عايش في فيلا. انت حتى ساعتها وانا بشرحها لك تقول دايما ايه الحلم المصري بتاعنا يبقى فيه سلم داخلي. ايوه طبعا، عارف انا عايز سلم. انا عايز سلم. انا مش مهم انها تبقى فيلا، المهم تبقى انا عايز سلم. يبقى جوه فيه سلم يعني. من اشهر البرودكتس عندنا. طب ودي لو بتدفع كاش تدفع كام؟ دي لو تدفع كاش ممكن تخش لها في مثلا 9 مليون جنيه في الرينج ده. 8 ده مليون في سوق المباني فيلا. رخيص. يس في سوق المباني. يس. فوالله بص يا عمرو تاني، انا عارف في ناس على فكره من اللي بتسمعنا تقول لك يا عم انتوا مستسهلين الملايين وبتقول 8 و9 مليون جنيه دي رخيصه وبتاع. اول حاجه انا قسطها برضو. انا بقول لك كده، انا قلت لك كده، لو انت هتستثمر بالذات قسطها. ولو مش هستثمر، لو جايبها للوقت حتى انا هتلاقي نفسك بتدفع مقدم معقول. ما احسش بخرم في الكاش فلو بتاعي. هتستلم بعد 4 سنين، هتبدا تاجرها او تشطبها وتاجرها. تبدا تكريت فاليو، الكلام اللي كنا بنقول عليه في الاول. تبدا تكريت فاليو وبعد كده طبعا انت عارف يعني ايه يا عمرو، احنا بنتكلم ان انا وانت بقى لنا بنتقابل 4 سنين. ايوه. العالم اتغير في ال4 سنين دول. تخيل بعد 12 سنه اللي هو عدد سنين الاقساط، القسط اللي هو لو افترضنا الستاند الون فيلا او الاس فيلا اللي هو القسط ابو 25,000 جنيه ده كمان 12 سنه مش هتحس بيه. مش هتحس بيه. طيب وفي ارخص من كده؟ ارخص حاجه عندنا الشقق طبعا. انا بقول لك اللي عندك من اول استوديو مقدمه 140,000 جنيه بقسط 5,000 جنيه في الشهر. انت عارف يعني 5,000 جنيه في الشهر ايجار في الزمن اللي احنا فيه ده. ويبقى عندك استوديو ملك بتاعك تبدا فيه حياتك او تاجره. انت موجود في مدينه فيها كل حاجه. صح. يعني انت مش واخد عماره. اتكلمنا عن الجامعه بس احنا بقى كمان بالعكس خليني اقول لك مجهوداتنا اللي بنبذلها السنين السابقه في اكتمال المجتمع. فاحنا الموضوع العنصر بقى التجاري فانت بتقول للشباب اللي هم عايزين يبتدوا حياتهم، يعني هو داخل يعني عنده مهندس دكتور عمل قرشين بتاع 5000 جنيه يعمل استوديو، 10,000 جنيه يعمل اوضتين وصاله. بالظبط. ال 11 اللي هي رينج ال 10,000 جنيه ده 3 بيدروم. 3 بيدروم فبالعكس دي كام متر 3 انت بيدروم؟ تعيش حوالي 110 100 وقرب كويس. حاجه في دي تبقى كويسه. ودي تعيش فيها يعني لغايه ما يبقى عندك 3 عيال يعني ما عندكش مشكله خالص. وتابجريد. انا دايما بقول للناس دي ساعات ناس تحس ان فاتها الفرصه. انا عارف ان عندكم الفرصه دي، ان انت من جوه الشركه طبعا. انت لو محتاج تابجريد هتابجريد جوه الشركه طبعا. ده شيء عظيم طبعا. لان في شركات تانية يقول لك انت بقى ربنا معاك، انت اشتريته وما لناش دعوه بيه. بص احنا الحمد لله عندنا عمر طبعا ده بتاريخ الشركه يعني لا ينسب ليا في اي حاجه. احنا شركه عمرها في يناير اللي جاي ده تم 67 سنه. فاحنا عندنا اجيال اشترت عندنا حد اشترى في حي مدينه نصر، وبعدين ابنه اشترى معانا في تاج سلطان، وبعدين حفيده بيشتري معانا في سراي، احنا عندنا اجيال بتشتري ورا اجيال ومجربه المنتج بتاعنا. وزي عشان كده بقول للناس ابدا صغير، اكبر معايا، ابجريد، اطلع من الاستوديو للوان بيدروم للتاون هاوس. وانت حياتك بتتطور، انت صح. كل شويه بتجيب فلوس اكتر بالزبط. وبتجيب عندك دخل. وده حلاوه الريل استيت، انك تقدر عارف تخرج من سايكل وتخش في سايكل، تاخد الاوفر بتاعك وتبدا سايكل جديده. طب انا فهمت كمان ان انتوا هتركزوا على التجاري. ايه يعني؟ بص طبعا انا بالتالي ممكن يعرضوا لنا شويه صور هنا. احنا عملنا، انا يمكن حتى قبل ما نطلع هو قلت لك احنا اطلقنا في شهر 5 اللي فات اوفيس بارك او مجمع اداري تجاري، ولكن اداري في المقام الاول، اسمه شارك تانك بزنس بارك. اوكي. ده الاول في العالم طبعا، لا يخفى على حد شارك تانك طبعا. عملنا تعاون مع صاحبي العلامه شارك تانك في امريكا، وبنعمل اول مجمع اداري براند شارك تانك في العالم. احنا جبنا ناس من امريكا، روبرت هيرجفاك واحد من الشاركس الامريكان حضر معانا الافتتاح. ده المنظور بتاع شارك تانك. تصميمات حاجه. بص ده يا عمرو انا بقول لك ده حاجه ما اتعملتش في العالم كمستوى، والبروجرامينج بتاعه ايه الفانكشنز اللي موجود. ده في تاش سيتي اللي قصاد المطار على طول على طريق السويس. انا بقول لك الامريكان نفسهم
مش مصدقين نفسهم. الحمد ده لله حاجه خيال علمي. حاجه بنفخر بيها جدا جدا جدا، هتبقى علامه فارقه في يعني ايه. فده مين زبونك؟ لا ده بالذات يعني احنا دلوقتي احنا فجأة حتى وقفنا البيع، اول ما اطلقنا المشروع وقفنا البيع فيه للريتيلرز اللي هو الناس اللي عايزه قطاعي تشتري حته مكتب صغير، لان لقينا شركات عالميه بتكلمنا. بمعنى الكلمه لقينا شركات عالميه عايزين يبقى الهيد كورترز بتاعتهم في الريجن عندنا، لان طبعا كلمه شارك تانك لما اتحطت على اوف سبارك ادت بعد تاني خالص للايكو سيستم دوت او لا المكان ده هيبقى شكله البايونيرز بقى بالظبط. فبنتكلم مع شركات عالميه هيبقوا هم هيد كورترز هناك، وطبعا لانه شارك تانك انسبايرد فعاملين مكان للشركات الناشئه والايكو سيستم بتاع الستارت ابس والحاجات دي جوه المكان. وطبعا ريتيلرز بنتكلم مع، لسه كان عندي اجتماع في دبي الاسبوع اللي فات مع واحد من فطاحله الريتيل في العالم ده العربي كله. يبتدي يعني الشغل فيه امتى؟ ده هنبدا فيه شغل على طول ان شاء الله في 2026، وان شاء الله نبدا نسلمه في خلال من 3 ل 4 سنين من بعد 26. يا سلام، ان شاء الله يبدا الوهم ده في الشغل 3 4 سنين ان شاء الله يا رب باذن الله. ان شاء الله يعني بص بنفخر جدا بيه، وده حط وده الشركه تصميم قرب للي انت هتعمله فعلا ان شاء الله يا رب باذن ولا الله. ده خيال لا علمي؟ لا 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 لا, لا احنا هنعمل الشركه اهو شخصيا. ايوه الشارك ده على فكره صنعناه بالفعل وموجود في الموقع عندنا، موقع المشروع. وكنا استخدمناه في الريفيل بتاع البروجكت. الحقيقه بارتنرز معانا في المشروع دوت على اعلى مستوى، اللي اشتغلوا على التصميم شباب في شركه اسمها استوديو 5، شباب مصري، والحقيقه ده الواحد شاهد لما ليهم يشوف وبتاع. ده يحب يبقى هناك. يعني انا دلوقتي حبيت ابقى هناك بصرف النظر انا عندي ايه. ايوه في ايه تاني تجاري؟ عندنا تاجد كانوا جابوه قبل دوت على طول. الفيديو لما اشتغل كان في حاجه اسمها تاجد، وتاجد دي لان في تاج سيتي احنا بنلعب بالاسامي دايما، فهي تاج سيتي وفي نفس الوقت تاجد لان اتس شوبينج بليس، فانت بتجد فيها الحاجات اللي انت عايزها. دي عمرو شبه المولز الامريكاني كده. هي كده بالظبط. احنا عملنا ذا فيرست ريل بيج بوكس كونسبت، اللي هو يبقى الريتيلر الواحد او المحل الواحد 3000 متر على دور واحد. احنا عندنا فرع بيتك ماكس اوريدي فتح هناك 3000 متر على دور واحد، تروح يا عمرو تحس انك بره مصر. انتوا عندكم علاقات كويسه مع بيتك. يعني بحاول. كارفور هيفتح معانا واحد من اكبر فروعه هناك برضو، 1 فلور، مساحه كبيره جدا. بنتكلم مع ريتيلرز، كنا اعلنا قريب برضو هنعمل اكبر جيم في مصر مع الي 7 في ذا بريزم دوت، كونسبت جديد تماما للاف ام بي او للفود اند بيفرج والمطاعم والكافيهات والحاجات دي كلها، اطلقناه برضو اعلنا عنه من حوالي شهر. سينمات بقى ومطاعم وكافيتريات، كل ما تتخيلوا بقى في وده يخلص امتى؟ في حاجات شغاله يعني زي ما انت شفت كده، في صور منها بيتك ماكس شغال. كارفور اخر السنه دي هيبدا اوبريشن. الجيم وبريزم قدامهم سنه ان شاء الله ويبقوا اوبريشن. فحتى العنصر اللي انت بتوريهوني ده عندي بيترجم في دماغي الحاجه ان البلد ديت الريتيل فيها مزدهر جدا غير طبيعي. يعني احنا بنتكلم طبعا على الازمه الاقتصاديه والاسعار والى اخره، ولكن لما تيجي تبص لهذا الامر تكتشف انه الريتيل في مصر ما زال مزدهر وليه زبون. من الحاجات اللي الواحد فخور بيها ومنور جدا. وانت لاحظت اكيد يا عمرو، انت بتسافر كتير وبتشوف بقى في كونسبتس بتطلع من مصر في الريتيل، علامات مصريه بيخترعوا. ايه الهرم الجميل ده المشروع اللي هو اسمه بريزم. مشروع اسمه بريزم ده عاملين كونسبت فود اند بيفرج، مطاعم وكافيهات، بس احنا بنحاول نعمل كوميونتي هاب برضه، ان يبقى حتى الهرم ده تحتيه في زي اوديتوريوم كده، الناس تدي ليكتشرز وتيجي تتكلم فيه عن كونسبتس جديده، تعمل برودكت لونشز، شايف فيه زي مدرج كده حواليه والقصه دي كلها. وكل ده حواليه بقى درايف ثرو حواليه، اللي هي المطاعم اللي بتقدر تخش بالعربيه وتطلب طلباتك او داين ان. ده في تاج سيتي برضو على الطريق الدائري مباشره. فالحقيقه بقول لك العنصر اللي هو الغير سكني المكمل للسكني، لان احنا بنقعد نقول بنطلع معاك وبنطلع في احاديث كتير نقول المجتمعات المستدامه. طب ازاي تستديم المجتمعات دي من غير ما فيها عنصر تجاري واداري وترفيهي وطبي وتعليمي هي مدينه متكامله بكل اركانها. فالحقيقه بقى لنا سنتين مركزين في الحاجات دي، يمكن ما بنتكلمش عنها، قلنا لغايه ما تبقى رياليتي او تبقى حقيقه. بس العنصر وعلى فكره الناس الجباره اللي شغاله في مصر في الريتيل محتاجين المساحات دي والامكانيات دي حقيقه. انت دلوقتي خش اي مول في مصر شوف الزحمه في الويك اند، في الناس عايزه متنفسات تتنزه وتتسوق فيها. وعمر مصر بقى عندها نو هاو في الحته الكوميرشال. خلي بالك كان في فتره بنكوبي بيست زي بره المولات المقفوله والحاجات دي كلها. الجو في مصر تحفه. ناس كتير بتسالنا دلوقتي الحجز بتاع الشقق
قسط فيها ب 5000 جنيه دي امتى؟ من بكره على طول طبعا في مركز المبيعات عندنا في تاش سيتي، المركز الرئيسي عندنا في للمبيعات، او من خلال طبعا الكول سنتر اللي هي الاستوديو والوان بيدروم والثري بيدروم ام 11000 في الشهر ده والستاند يتحجز الون بكره من بكره على طول في الم بارك اللي هو ناس الم تري كتير بارك. بتسال عايزاه ليها ولعيالها. ايوه ده من بكره على طول. انا قلت لك احنا بنتفائل وبنطلقه معاك على فكره. انا لسه عارف المعلومه دي النهارده. السيلز تيم عندنا والشركه عندنا لسه لم يبلغوا بهذه الاسعار، الناس بتسمعها معاك لاول مره. تلاقيهم بيصوتوا دلوقتي. ومن بكره ان شاء الله يقدروا يتوجهوا للسيل فمن سنتر بكره عندنا. الشقق اللي هي الوان بيدروم والتو بيدروم والثري بيدروم اللي هي 5000 جنيه 10000 جنيه قسط ومقدم 140000 170000 كل الكلام ده مظبوط. من بكره الناس اللي بتتفرج علينا من بره مصر وجوه مصر وعملائنا عارفين يعني ايه المشروع ده في سراي. العملائنا عارفين يعني ايه سراي. فده مشروع مميز جدا 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 في موقع متميز جدا جدا. وهيستلموا امتى؟ برضه بيبقى دايما من 3 ل 4 سنين. طب كويس. لحد عنده بيشتري حاجه لعياله او كده عامل حساب الواد يتجوز ولا بتاع، بيبقى شيء مفيد جدا. بالظبط. فيعني فخورين ان احنا نطلق المشروع ده معاك. انا من اكتر الحاجات اللي متحمس ليها في المشروع دوت فكره ان هو اتس يونيفرسيتي سنترد كوميونتي، وبازعم ان احنا هنعمل حاجه فعلا شبه روح المدن اللي هي سنترد حوالين جامعات بره مصر. يعني متفائلين جدا بيه. بنقدم حاجه جديده ان شاء الله يا رب للناس، سواء من انواع التايبس وباسعارها ديت اللي احنا اعلنا عنها، او الكوميونتي نفسها والسيرفيسز اللي بتتقدم فيها. لا هو فيها. الميزه عندك انه الشوبينج في يعني في مدينه مصر ان انا حلقه اللي انا عايزه. بالظبط. اللي عايز فيلا، اللي عايز حاجه صح. اكبر، اللي عايز محلات دلوقتي بالزبط. اللي عايز شقق. ففي كل التشويسز اللي موجوده وانظمه الدفع المحترمه. دي حقيقة. وزي ما انت بتقول انت بتتكلم على شركه 70 سنه الحمد لله عريقه جدا. الحمد لله. واسم بنفخر وانا شخصيا يعني شرف كبير لان انا بقود شركه بالعراقه ديت. بحب اشكر بقى دايما التيم اللي ورا الحدوته ديت. ده مجهودات سنين ومجهودات ناس كتير جدا 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 موجودين وجاهزين يستقبلوا الناس بقى من بكره زي ما قلنا ردا على سؤالك. وان شاء الله الحاجات دي الناس تقدر تنزل تشوفها على ارض الواقع. الكوميرشال بالذات اللي احنا حكينا عنه في حاجات منه الناس تقدر تنزل تشوفها على ارض الواقع، وفي حاجات زي ما انت قلت مبهره على مستوى عالمي ان شاء الله في السنين القليله القادمه. وانا معاك يا رب يدينا العمر كده ان شاء الله واحنا بنشهد افتتاح هو لما ديت. نلقى شركه كبيره زيك عندها الشهيه ديت تطمن لمستقبل العقار في مصر. لانه انت لو قلت لي والله انا بقفل بقى مشاريعي القديمه، انا ما بعملش حاجه جديده، احنا عاملين اوفر على الحاجات اللي احنا عملناها، افهم انه خلاص ده السقف. صح. انما انت بتتكلم في سكايز ذا ليميت. دي حقيقه. بص انا عايز اختم بحاجه شبه اللي بدانا بيها. في ناس مصره ان في مشكله وعايزه تعيش في المود بتاع والله انا بقول دي وصيه للاقتصاد. بقول دي وصيه للاقتصاد بصفه عامه. والله الاقتصاد المصري دوت لو كلنا تفائلنا وشفنا الفرص اللي انا بقول لك الفتره دي فيها فرص غير طبيعيه غير طبيعيه. اللي هيشوف الفرص وهيتفائل وده بلغه الاقتصاد والمستثمرين العالميين وبلغه التفاؤل بصفه عامه البلد دي هتروح في حته ثانيه خالص. الاقتصاد الياباني سنه 91 اللي هو كان خارج من فتره ازدهار غير طبيعي الثمانينات اللي هي وصل فيها انه ثاني اكبر اقتصاد في العالم. في لقطه 91 كان الاقتصاد الامريكاني حجمه الجي دي بي او الناتج القومي 6 تريليون دولار 6.2 تريليون دولار والياباني 3.6 يعني تقريبا 60% منه. اليابان دخلت في نفق مظلم من الديفليشن اللي ساعات العميل بيظن انه عايزه اللي هو يقول لك عايزين الاسعار تنزل فبتخش في اقتصاد انكماشي. اليابان مش عارفه تخرج منه لغايه النهارده من سنه 91. اقتصادهم نما من سنه 91 للنهارده ب 4.2 تريليون من 3.6 يعني تقريبا على مدار الحاجه وكام بقى 30 سنه دول 15%. والاقتصاد الامريكاني بقى ب 30 تريليون دولار لانه اقتصاد تفاؤلي. انا دايما بقول قبل ما يبقى دعنا نتفائل. بالظبط نتفائل. فانا لما اشوفك كده انا اقول لا مصر رايحه في حته والله حلوة. ان شاء الله يا رب باذن الله بصفه عامه وليس العقار فقط. البلد دي رايحه في حته حلوه. وانا سعيد ان النهارده كنت في حلقه انت بتتكلم فيها على المتحف المصري وبتتكلم على نظره تفاؤليه. العالم كله بيبص على مصر محط انظار العالم كله سواء ثقافيا او سياحيا او استثماريا او سياسيا كمان. النهارده انت كمان بتتكلم على قدره هذه الدوله وشعبها وقواتها المسلحه على تحقيق المعجزات بمعنى الكلمه. ده لا يختلف عن الاقتصاد والعقار والاستثمار. ان شاء الله البلد دي بخير. مهندس عبد الله سلام رئيس تنفيذي والعضو منتدب بشركه مدينه نصر، بشكرك شكرا جزيلا.